تعمل ايه لو دراعك اتكسر؟ اكشن. ازيك؟ كله بونو بونو. عايزك تحفظ الفيديو ده عشان لو احتاجته في اي وقت. عارف احساس لما دراعك يتكسر؟ لا مش عارفه، ويا رب ما تعرفوش، بس لو حصل ما تقلقش، انا هنا عشان اقول لك تعمل ايه خطوه بخطوه، وكمان بطريقه مش ممله. اول حاجه ازاي تعرف ان دراعك مكسور؟ لو حسيت بالم رهيب اكنك وقعت من فوق جبل مثلا، او دراعك شكله فجاه بقى لوحه فنيه، لو حته طالعه وحته نازله او ما شابه ذلك يعني، اتاكد ساعتها ان دراعك مكسور. الامر واضح اكيد يعني. المفروض تعمل ايه بقى اول ما دراعك يتكسر؟ ركز معايا في الحته دي جدا. اول حاجه ما تتحركش كتير، حاول تثبت دراعك، مش لازم تربط نفسك زي افلام الاكشن، هات اي حاجه بسيطه مثلا زي رباط طبي او طرحه او اي حاجه. ركز معايا، عايزك تحطه كده اهو. ما تنساش طبعا انت كل ده دراعك ثابت، يوجعك شويه عشان هيتحرك غصب عنك. بعد ما تجيب الحتتين دول تدخل الجزء اللي فوق ده ورا رقبتك وتحاول تجيبه من تحت. بص انا كل ده دراعي ثابت ما اتحركش، وتجيب الجزء ده تربطه فيه من هنا. بعد ما ربطناه ده هيبقى الشكل الاخير، فيبقى دراعك ثابت من هنا اهو مش هيتحرك، وهو ده المطلوب. ولو الالم شديد جدا ابعد عن اي محاوله انك تصلحه بنفسك، مش وقتك خالص تبقى دكتور دلوقتي. بعد ما تعمل كده لازم تروح للدكتور. اهم خطوه تروح المستشفى، ما تقولش خالص انا كويس وشويه الوجع هيخف، ده دراعك يا نجم مش دراع بلاي ستيشن. بعد ما تحط الجبيره هتبدا خطوه جديده. حياتك من غير دراع شغال بتبقى مليانه تحديات، زي انك تحاول تفتح الباب او تلبس التيشيرت او حتى تاخد دش. لو عايز دراعك بقى يخف بسرعه تعمل ايه؟ دي حاجه مفروغ منها، انك لازم تلتزم بتعليمات الدكتور، لازم تعمل تمرينات العلاج الطبيعي مش تهرب منها، واصبر واوعى تفك الجبيره بنفسك لمجرد انك عايز تشوف ايه الدنيا. واخر حاجه، لو دراعك اتكسر موضوع صعب بس مش مستحيل، استمتع بالجبيره، على الاقل تاخد امضاءات صحابك عليه، ويا رب ما حدش يحتاج الفيديو ده. بس لو حصل انت عارف تعمل ايه. لو انت دراعك اتكسر قبل كده اكتب لي في الكومنتات كنت حاسس بايه ساعتها، وعملت ايه اول ما اتكسر، وبس كده.